الناس بتبقى فاكره ان المشكله الاساسيه وهو شكل جسمك من بره، لكن المشكله الاكبر وهي شكل جسمك من جوه. فدي بيبقى حاجه اسمها الفيزرال فات، اللي هو الدهون الداخليه. دي بتكون حوالين الاعضاء، بيكون حوالين القلب، بيكون حوالين الكبد، الكلى، وكمان بتكون موجوده جوه الاوعيه الدمويه. فانا بيبتدي عندي الكوليسترول والدهون الثلاثيه اللي هي ترايجليسرايدز تبتدي ان هي تتكون على الجدران بتاعتي كمان من جوه. فيبدا بقى عندي يحصل ايه؟ يبدا ان الدهون تبقى متكومه بالشكل ده كده بالظبط، فبتبقى عامله زي الماده الشمعيه. طيب فدي اول مشكله، فيجي لك الكوليسترول بسبب ان انت بتاكل كتير والدهون الكتير. طب ايه كمان؟ هتلاقي ان الضغط بتاعك عالي جدا. طب عالي ليه؟ شفتوا من شويه الاوعيه الدمويه كان شكلها عامله ازاي؟ الاوعيه الدمويه حجمها ايه؟ معموله كده زي الدوريه، هي من جوه اتملت، فبقى بالنسبه لي التدفق الدموي عندي اسرع بكتير. بعد كده تلاقي ان انت نفسك مش قادر، كل ده بقى ده تراكمات الاكسجين بتاعك مش قادر ان هو يخش في العضلات بتاعتك بسرعه، انت تعبان جدا، فتلاقي نفسك انك بتنهج، بتلاقي نفسك مش قادر تعمل اي حركه، تطلع السلالم، ايه ده؟ ايه التعب ده؟ تخيل كده انت بتجري على التريد ميل وحاطط فوق ظهرك 30 كيلو زياده، هتلاقي مفاصلك كلها ايه اللي بيحصل لها؟ بتتعب وتتضرر. وتبدا بقى المشكله الاكبر وهو يبتدي تخش انت مش راضي عن نفسك، خلاص كل دي مشاكل صحيه من جوه، انت مش راضي عن نفسك، حاسس بالاكتئاب، مخنوق، تيجي تروح الشغل مقريف.